في مهرحن الإسكندرية عززت إلهام شاهين المخرجة إيناس الدغيدي من خلال تكريمها في المهرجان، وقالت إلهام شاهين أن المخرجين بيكونوا مقتنعين بالقضايا التي قدمتها إيناس، ولكنهم لا يملكون الجرأة لأن المجتمع يهاجمهم ويقول عيب وحرام. وأوضحت إلهام شاهين بأنها بتعتز بصداقة إيناس للدغيدي كونها صادقة إنسانيا وفنيا، وكل أعمالها لي بتقدمها بتقدم فيها الصدق. ورغم أن فيلم لحم رخيص بتناول موضوع كارثي والذي يحكي عن بيع البنات تحت مسمى الزواج، ولكنه في الحقيقة دعارة، إلا أن إلهام شاهين أقرت بأن الفيلم وسام على صدرها. نتابع معاكم تفاصيل الفيلم. استنونا بعد الفاصل وكملوا معانا الفيديو للنهاية لأنه كله تشويق وإثارة، وبخلينا نتعلم من الفيلم كيف نأخذ حذرنا من كوارث. المعلم مبروك كمال الشناوي مقاول وسمسار عقارات ومخدمات للشقق المفروشة وتاجر عملة، ويستغل الظروف الصعبة لفقراء القرى لتسفير الشباب للعمل بالدول العربية، وتزويج البنات لأثرياء عرب وتشغيلهن في الشقق المفروشة بالمدينة. ويستخدم المحامي الفاسد عبد الغني فؤاد خليل لخداع البنات وأهلهن مستغلا جهلهن، ومعه سائق التاكس النص محمد هنيدي الذي يجلب له الشباب لتسفيرهم للخارج. الفقر والحاجة والتطلعات تدفع أهل القرية للوقوع في شباك المعلم مبروك، فيرسل الكثير من الشباب للعمل ويعود معظمهم في نعوش، أما الفتيات فيزوجهن من أثرياء عرب مسنين. ومن خلال 3 فتيات يقعن في حبائله تتم مأساة التجارة بالجسد. كانت الأولى نجفة الشحت وفاء مكي التي تزوجت من الشيخ سالم عبد الحفيظ التطاوي، وتركت حبيبها الشاب كامل عبد الله الكاتب لتنقذ والدها الشحت عثمان عبد المنعم من الفقر وتساعده في تربية شقيقاتها الصغار، وسافرت لتكتشف أن للشيخ. ايش فيك يا مرة؟ انت حلالي. حلالك، بس اللي بتعمله ده ربنا محرمه حتى مع شفت مراتك. إنفاق والدها كل مدخراتها في الزواج من نضاجة بدرية عبد الجواد التي كانت تعامل أخوتها معاملة سيئة، واحتاج ابنها لمبلغ كبير لتجديد إقامته حيث أنه يحمل جنسية والده. والثانية كانت إخلاص جيهان سلامه التي تعيش مع أمها هانم محمد وخالها أحمد أبو عبية، وتتمتع بقدر من الجمال. جعل مبروك يزوجها من الشاب العربي ضياء طارق النهري الذي لبى كل مطالبها وتحمل دلعها وغرورها حتى تزوجها واحتفظ بوثيقة الزواج، ولم تسجل في الشهر العقاري بمساعدة المحامي الفاسد عبد الغني. وبعد عدة شهور سافر ضياء لبلده بعد أن ترك إخلاص حامل، وانقطعت أخباره نهائيا. وكانت الثالثة توحيدة مسألة إلهام شاهين والتي تركت العمل ومستحقاتها وتنقلت بين عدة شقق حتى عملت لدى دبلوماسي سوداني وتعرفت على ضيوفه، وحصلت على عدة تأشيرات قبل أن يأخذها المعلم مبروك، ورفضت بيعها له بثمن باخس، واضطروا الدبلوماسي للعودة لبلده ومنحها مكافأة سخية. وترك شغل لك عندي هنا تاني ما فيش. المقابلة دي يا مبروك، ده بدل ما تقولي اتفضلي يا ست توحيدة. ست ايه؟ الله يعان، القوالب نامت والانصاص قامت قيامتك واتصف ميزانك. انا الحق عليا اللي جاي انفعك وبالك الكام فيزا اللي معايا. هشام محمود قابيل أحد سكان العمارة، وأعجبت به وأحبته من جانب واحد، واكتشفت أنه وحيدة العمل على ماكينات التريكو، واستغلت زبائن المعلم مبروك وباعت لهم التأشيرات بمبلغ مري، واشترت ماكينات التريكو وأقامت مشغلة في الشقة. وعندما زاد الطلب عليها استقدمت بنات من القرية
وطلبت من هشام قرض من البنك لشراء الماكينات، ورغم علم هشام أنها كانت خادمة فقد أعجب بكفاحها وساعدها. قامت توحيدة بمواجهة مبروك للحصول على حقوق نجفة التي أقرضتها مبلغا كبيرا لتجديد إقامة ابنها، بينما فشلت إخلاص في استخراج شهادة ميلاد لابنها حيث أن والده مجهول وهي لا تمتلك عقد زواج، واضطرت في النهاية لترك أبنها أمام أحد البيوت وهامت على وجهها. احتاج ابن نجفة لمبلغ كبير لإجراء جراحة عاجلة، فلجأت لمبروك الذي زوجها عرفيا لثري عربي قاسم الدالي لمدة أسبوع واحد مقابل مصاريف العملية. وأيضا احتفظ المحامي الفاسد بعقد الزواج العرفي، تأمر مبروك للإيقاع بتوحيده بأن أرسل لنوصى ومعه فتاة للعمل لدى توحيدة، وأقنع نجفة لإقامة دخلتها في سكن بنات المشغل، وتسلل النوص للسكن ليقيم علاقة مدبرة مع الفتاة. وتم إبلاغ بوليس الآداب الذي ضبط نجفة مع الثري والنوص مع الفتاة، واتهم توحيدة بتسهيل الدعارة، ولكن هشام تزوج من توحيده في مكتب وكيل النيابة ليثبت للنيابة أنها مؤامرة مدبرة. بينما عاد الشباب المسافر للعمل بالخارج في نعوش، وهاجت القرية وحملت المشاعل في ثورة على ما حدث لابنائها فاصلة، وحاصروا المعلم مبروك الذي تاجر في لحم أبنائهم. لحم رخيص أنتج عام 1995